مباراة الأهلي وباتشوكا الودية إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم النادي الأهلي فيها يوم الأحد الساعة 12 بالليل، يعني صباح الاثنين. ربنا يكرم لاعيبة الأهلي ونطمن على لاعيبة الأهلي اللي جت وانضمت للفرقة جديد، وربنا يطمنا عليهم إن شاء الله، ونشوف مباراة ونشوف اللعيبة ووضعها ومستواها في الملعب إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم. والحمد لله إصابة إمام عاشور بسيطة، شد في العضلة الخلفية 4-5 أيام ويرجع لطبيعته تاني، مفيش مشاكل. ربنا إن شاء الله يطمنا ويريحنا على مستوى لاعيبة النادي الأهلي في المباراة دي بإذن الله. إبراهيم فايق مع زيزو، ما خلاش حاجة زيزو في البرنامج معاه، ما خلاش حاجة ما قالهاش، وفضح نادي الزمالك على الملأ وقال لك كل اللي بيحصل فيه من فترة ما دخل النادي لغاية ما طلع من النادي في فترة 6 سنين عاشها مع نادي الزمالك. لما يطلع لاعب زي ده ويقول لك أنا كنت شايل الفرقة من أولها لآخرها لوحدي، يبقى معنى الكلام هنا بيختلف، علشان ما حدش يطلع يقول إن شيكابالا ومش شيكابالا وهو اللي قائد الفرقة وهو اللي شايل الفرقة. فرقة إيه يا أبو فرقة؟ فرقة حسب الله اللي بيقودها شيكابالا، ملهاش معنى تاني غير كده. وبعد كده لما يجي يطلع ويقول لك إيه، جه في أول 24 نادي الشباب السعودي بعت رسمي لنادي الزمالك إن هو عايز يشتري زيزو، والعرض بتاعه 6 مليون دولار، والقيمة بتزيد 10% على العقد بتاعه من قيمة الإعلانات أو الرعاية اللي جاية للنادي. يعني لو هنقول 10% دي لزيزو، لو هيمضي سنتين يبقى كل سنة ب10%، يعني 10% في السنة الأولى و10% في السنة الثانية. يبقى معنى كده لو بيجي له هنقول بالريال السعودي لو 100 مليون ريال، احسبوا 10% هتدخل نادي الزمالك كل سنة. موضوع خلصان. ولو في هيجددوا لزيزو تاني هتبقى برضه بنفس النسبة وشغالة معاهم. شوفوا بقى الفلوس اللي ضيعها نادي الزمالك أو ضيعتها إدارة نادي الزمالك على نادي الزمالك نفسه، علشان خاطر لو في حد بيسأل نادي الزمالك يسأله ويقول له إهدار المال العام يا جماعة، انتوا وديتوا نادي الزمالك في داهية علشان ضيعتوا المال العام بتاعه. ده المفروض اللي يحصل مع إدارة نادي الزمالك، وخصوصا في الوقت ده بالذات، لأن هم في الوقت ده قالوا لا مش هيبيعوا زيزو، وتحججوا بحجة. اطلع انت قول لجمهور نادي الزمالك ان انا عايز امشي. يا سلام، شفت الإدارة بتدير نادي الزمالك ازاي؟ هي دي إدارة نادي الزمالك. ولما يطلع بعد كده ويقول لك ده انا جاني عرض من نادي نيوم اخر 8 شهور، يعني قبل ما يبقى فري بشهرين، يعني شهرين خلاص، يعني لو كان في فترة زي ما جه نادي الشباب في 2024 في بدايته، لا ده كده لسه ده في سنة وسنة ونص كمان. فالفلوس هتيجي تقيلة، هتيجي كبيرة، 6 مليون دولار. انما كده لا، ده فاضل له شهرين ويبقى على الوضع بتاعه الفري، يعني المبلغ هيقل. جاي بعرض 2.5 مليون دولار، وقالوا برضو لا مش هنبيع. ولو هنبيع اطلع انت قول للجمهور الوضع اختلف زي ما هو، ونفس طريقة التفكير واحدة، لأن الإدارة واحدة هي اللي مستمرة معاهم. لما دخل زيزو بيتكلم يا جماعة هتجددوا ولا مش هتجددوا، والكلام بتاعه صريح وكان دغري وواضح، وقال لك إن إحنا ما لعبناش على حد، ده إحنا اللي كان بيتلعب علينا، واتغلط فيا واتغلط في والدي. لما بقول لهم يا جماعة عايزين نجدد، وإبراهيم فايق بيسأله بيقول له طيب أنت هتجدد بمبلغ ال 100 مليون؟ قال له ما حصلش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. طيب هنقول إن أنت هتجدد ب50، قال له كمان ممكن يكون أقل من 50 وأقل. يعني في إيه تاني؟ ما فيش حاجة. إنما طالعين يضربوا في زيزو وأبوه، وقالها صريحة، قال لك أنا والدي يتغلط فيه في الوقت اللي والدي كان بيتكلم خايف على مصلحتي، بيقول لهم يا جماعه جددوا لزيزو علشان خاطر ما يبقاش في كلام تاني، وكان في قرايه فاتحه على الكلام ده ان هو هياخد اقل من ال50 وهيجدد له، وما لقيش الكلام ده. ابو زيزو لان العمليه كلام وما فيش فيها صدق، قال لك لا كده خلاص الموضوع منتهي. بس جه وقال لك ده هم حبوا يمضوني ونمضي على العقد، بس والدي جه لقي في حاجه ان هم عايزين يمضوني بفتره 3 سنين وما يدفعوش جنيه، وبعد كده بعد كده يبيعوني في فتره يناير، يعني بعد ما امضي يروحوا بايعيني، يعني يكسبوا من ورايا. طب ما كسبتوش ليه من ورايا من البدايه؟ جايين دلوقتي تلعبوها معايا وما كانوش هيدوني جنيه من العقد اللي كان هيتمضي، كانوا هيستنوا لما يبيعوني وياخدوا الفلوس وبعد كده يدوهاني. ادي لعبه نادي الزمالك. بس والد زيزو قال لهم لا، لو انتوا عايزين زيزو يلعب في نادي الزمالك يبقى هنا مفيش بيع لزيزو قبل سنة. طبعا إدارة نادي الزمالك كشت وجابت ورا وقالت كده خلاص الموضوع منتهي. قال لك ابتدوا يطلعوا علينا الناس اللي تضرب فيا أنا ووالدي وتغلط فينا، وطلعوا اللجان بتاعتهم، وطلعوا الجمهور يغلط فيا،
وفي اهلي وفي والدي، واللي انتوا شفتوه واللي كان بيحصل معايا واللي مستمر لغايه هذه اللحظه. ادي نادي الزمالك. في كلام زي كده يطلع من لاعب كان موجود في نادي الزمالك بيقول لك احسن حاجه وانظف حاجه كانت في المنظومه دي كانت جمهور نادي الزمالك. الاداره ما كانتش كويسه، ولا اللعيبه كانت كويسه، ولا اي حاجه داخل النادي كانت كويسه، ما عدا حاجه واحده، جمهور نادي الزمالك. زيزو فضح الدنيا في نادي الزمالك، وزي ما هو عارفينه وعارفين نظامه وطريقته واسلوبه اللي مش نظيف، الاسلوب الغير حضاري اللي فيه في ادارته وفي حياته اللي هو بيدير بيها النادي. طبعا احنا عارفين الغلط والسفاله بتاعتهم مش بعيده عنهم. قالها وخلصها، وزي ما احنا شفنا وضع نادي الزمالك الفتره اللي فاتت في المشاكل بتاعته والغلطات اللي بيعملها، وكل حاجه بتيجي وتحط على نادي الزمالك، انما ما حدش بيقول لنادي الزمالك انت بتعمل ايه. كشفهم زيزو وعراهم اكتر ما هم عريانين، وبين فعلا الاداره الفاشله اللي فيها نادي الزمالك، وايد الكلام اللي كان بيتقال عليها الفتره اللي فاتت. ده كان في الجزء الثاني، يا مسهل لما في الجزء الاول ان شاء الله، يا مسهل لما نشوف الكلام في الجزء الثاني.